لو فاكرين ان برجر اللحمة هو احلى حاجة، يبقى انتوا بجد ما جربتوش برجر الفراخ الخطير ده، علشان طعمه بيلعب في حتة تانية خالص. يلا بينا نشوف الطريقة ايه. هنجيب نص كيلو صدور فراخ، هنغسلها كويس ونقطعها مكعبات ونفرمها في الكبة لحد ما تبقى زي العجينة. بعد كده هنضيف التوابل اللي هسيبها لكم في الكابشن ونعجنهم مع الفراخ لحد ما تبقى معانا عجينة البرجر متماسكة. وعايزة اقول لكم هي لا بتحتاج دقيق ولا بقسماط مطحون ولا اي حاجة. هنشكلها على ايدينا او بالمكبس بتاع البرجر ونسيبها ترتاح في التلاجة ساعة. وهنا النص كيلو عمل معايا بمكبس البرجر 4 وحدات كبار. هنحط نفس التوابل اللي حطيناها على صدور الفراخ، هنحطها على كوباية من الدقيق، ونبدأ ان احنا نغطي البرجر بالبيض والبقسماط والدقيق زي تغطية البانيه بالظبط، ونسيبه يرتاح في التلاجة ساعة. وبعد كده هنقليه في زيت سخن وغزير، وممكن كمان تعملوه بطريقة صحية اكتر في الفرن او الاير فراير. هنحطه بعد كده في الخبز بتاع البرجر مع جبنة البرجر وخس وخيار مخلل والصوصات اللي بنحبها. ودوقوا بقى الطعامة والجمال وقولولي بجد ايه اقرب حاجة لقلبكم، برجر اللحمة ولا برجر الفراخ؟